يقول ابن القيم: نصيبك من محبة الله على قدر ذكرك له. المحب يكثر من ذكر محبوبه. ومن فوائد الذكر يقول ابن كثير بأن الله يعطي الذاكرين أكثر مما يعطي السائلين، لأنه أعلم بالخير أين يكون لك، فيعطيك ما تلح عليه بالدعاء، ويعطيك ما غاب عن عقلك ولسانك وفكرك بأن تدعو به. الخير بيد الله سبحانه وتعالى. يذكر بأن الإمام أحمد بن حنبل ذهب إلى مدينة، وصل في الليل فنام في المسجد، فأتى حارس المسجد ليطرده خارج المسجد، ولا يعلم بأن هذا أحمد بن حنبل، فجره خارج المسجد وقفل الباب. فذهب الإمام أحمد بن حنبل ونام في مخبز بعد أن استأذن من الخباز وهو يعمل. لاحظ الإمام أحمد بن حنبل بأن هذا الخباز ما عجن عجينة إلا واستغفر: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. فتعجب الإمام وقال له: أراك تكثر الاستغفار، فهل جنيت ثماره؟ قال: نعم، ما دعوت الله دعوة إلا استجيبت لي، إلا دعوة واحدة، أن أرى الإمام أحمد بن حنبل. فقال الإمام: أنا أحمد بن حنبل، والله لقد جررت إليك جرا.